طفلة إجتنا بالشهر السادس. إجت من المشفى بعتوها على تركيا، صار معها نقص أكسجي، بعتوها على تركيا ضلت شهرين، وإجت من تركيا لصار عمرها تقريبا شي 6 شهور. خدناها يعني مرضت، قام دكتور الأطفال طلب لنا لها صورة لراسها، لأنه قلنا له إنه ما بتتحرك، صار عمرها 6 شهور ما بتتحرك. لما عملنا لها صورة لراسها قال معاها تضخم في البطينات بالدماغ. تقريبا شي الساعة 6 الصبح فقنا لقيناها متجمدة، يعني ما عم تتحرك أبدا، عيونها مثبتين، ايديها مثبتين، واجريها. الضغط اللي عم بيصير في البطينات راح انه بده يضغط على عيونها، بده يضغط على سمعها، بده يغير كثير فيها. والدكتور طلب مننا انه نعمل لها انه العملية. طلب الدكتور انه بدنا عملية صمام لراسها، يعني نومها كثير قليل، وحكينا للدكتور وعطانا منوم لها وما استفدنا شيء ابدا عليه. يعني ما يسهل كلمة انه قال لك بدها عملية، وخاصة يعني عند